في عصر الإنترنت أصبح من السهل الوصول إلى المعلومة كيفما كان نوعها حتى المحتوى الإباحي، حيث أن المراهق باستطاعته الآن الولوج إلى الملايين من الأفلام الإباحية في أقل من دقيقة عبر هاتفه، عكس ما كان عليه الوضع من قبل. ففي سنة 2000 مثلا كان من النادر العثور على الأفلام الإباحية لمشاهدتها. في ملخص كتابي دماغك تحت تأثير الإباحية سنكتشف معا تأثير هذا النوع الجديد من الإدمان على دماغ البشر، وكيف يؤثر ذلك بالسلب على جوانب حياة الشخص. تابعونا للأخير لمعرفة مدى تأثير الأفلام الإباحية على أدمغتنا، وكيف يؤثر ذلك سلبا في علاقاتنا بمحيطنا وحياتنا، وكيف يمكن التخلص من هذا الإدمان الخبيث، وهل فعلا يمكن الإقلاع عن مشاهدة الأفلام الإباحية. كل هذا والمزيد في هذا الفيديو، فرجة ممتعة. قد تصدمك هذه الدراسة المذكورة في هذا الكتاب، التي تقول أن 14.4% من الذكور شاهدوا الأفلام قبل السن 13، وذلك خلال سنة 2008. كما لوحظ ارتفاع في نسبة مشاهدة الذكور لهذا النوع من الأفلام إلى 48.7% سنة 2011. وآخر هذه الدراسات أجريت في سنة 2017، وتقول أن عدد الذكور وصل إلى 69%، وبالإضافة إلى 23% من الإناث شاهدوا الأفلام الإباحية قبل السن 13. للأسف هذه الدراسات التي ذكرناها أجريت في البلدان الغربية، ففي دولنا العربية ما زال الناس يجهلون خطورة الإدمان على الإباحية، ولم تجرى أي دراسات بعد في هذا الخصوص لمعرفة كم عدد الناس الذين يشاهدون هذه الأفلام الإباحية ومن أي فئة عمرية، والقائمة طويلة. الإباحية أصبحت أسهل بكثير في عصر الإنترنت، وللأسف المحيط الذي نعيش فيه يشجع على هذه الأمور، فالأفلام والمسلسلات والإعلانات كل هذه الأشياء أصبح بها إيحاءات جنسية. هذه العوامل أثرت بشكل كبير على شباب هذا اليوم، حيث أنه أصبح أمر طبيعي أن تجد الشباب يمازحون بعضهم بعض بإشادات جنسية. تعتبر الأفلام الإباحية من المحتويات الجديدة والتي لم يكن لها وجود، أو على الأقل كانت نادرة قبل بضعة سنين فقط. لذلك لم يتم إجراء دراسات عن مدى تأثير الأفلام الإباحية على الدماغ إلا في السنين الأخيرة. واجهت العلماء مشكلة في إجراء دراسات لمعرفة مدى تأثير الأفلام الإباحية على الدماغ، نظرا إلى أن معظم الشباب يشاهدون هذه الأفلام، وبالتالي فقلة أو ندرة العينات التي لا تشاهد الأفلام الإباحية جعلت من الصعب المقارنة بين أدمغة المشاهدين وغير المشاهدين لهذه الأفلام، لأن معيار التجربة العلمية تتطلب عينات أكثر ومختلفة للحصول على استنتاجات علمية صحيحة. ولكن كل هذا تغير في سنة 2011، حيث بدأت تنتشر منتديات على الإنترنت، أشهرها منتدى نوفاب، والتي تعني لمشاهدة الأفلام الإباحية، حيث لعبت دورا كبيرا في تشجيع الشباب على الإقلاع عن مشاهدة الأفلام الإباحية، حيث تمكن الشباب من خلال هذا المنتدى من مشاركة الناس تحدياتهم في التخلص من إدمان الأفلام الإباحية، ومشاركة آرائهم
آرائهم وأفكارهم حول طرق التخلص من هذا الإدمان. قبل أن نبدأ بالتكلم عن أضرار الأفلام الإباحية، دعنا نفهم أولا كيف يعمل دماغ الإنسان. يحتوي دماغ الإنسان على ما يسمى بنظام المكافأة، وهو نظام يساعدنا كبشر على الاستمرار في العيش والبقاء. إذا كنت شخصا طبيعيا تمارس علاقة طبيعية مع زوجتك، أو عندما تشتري هاتفا جديدا، أو تأكل طبقا لذيذا، أو عندما تقوم بأي شيء يعطيك شعورا بالسعادة، دماغك يفرز مادة تسمى الدوبامين. هذه المادة يتم إفرازها بطريقة طبيعية، وهذا ما يسمى بالمكافأة الطبيعية. الشعور الذي تشعر به في هذه الحالة كأي شعور طبيعي عند أي إنسان، لكن عند مشاهدة الأفلام الإباحية يفرز الإنسان نسبة كبيرة من الدوبامين، بالإضافة إلى مادة ثانية تسمى دلتا فوسفين، نظرا إلى أن الأفلام الإباحية تحتوي على أشياء جديدة تكتشفها لأول مرة. عملية إفراز هذه المادتين تسمى بآلية الشراهة بانج ميكانيزم. هذه العملية تؤثر على المخ بشكل سلبي، وتحصل 3 أمور. أول هذه الأمور فقدان الإحساس بالمتعة في أي شيء تفعله في حياتك، وذلك لأنك تعودت على نسبة كبيرة من الدوبامين بسبب الأفلام الإباحية التي تشاهدها. الأمر الثاني أنك تتعلق بشكل كبير جدا بالصور والأفلام الإباحية، حيث تصبح عندك حساسية مفرطة لمشاهدة هذه الصور أو الأفلام التي تمر من أمامك، تحس أنك تريد مشاهدتها مباشرة. الأمر الثالث، يتأثر الجزء المسؤول على قوة الإرادة عندك بشكل سلبي، ولا تستطيع التحكم في أي شيء في حياتك، فتجد نفسك لست قادرا على ممارسة الرياضة، ولا تستطيع المراجعة دروسك، ووزنك يزيد لأنك لست قادرا على التحكم في نفسك بشكل جيد. الأفلام الإباحية تؤثر بشكل سلبي على حياتك، لكن أكثر مشكلة تسببها الأفلام الإباحية هي مشكلة ضعف الانتصار. هذه المشكلة من أكبر المشاكل التي قد تدمر حياتك الزوجية، بالإضافة إلى أن الدراسات أثبتت أن الرجل يرى المرأة بشكل مختلف ويحتقرها ويعاملها بشكل سيء جدا بسبب الأفلام الإباحية التي يشاهدها. الخلاصة الوحيدة التي يجب أن تخرج بها من هذا الفيديو أن الإباحية إدمان لازم التخلص منه. أثبتت الدراسات التي قارنت بين الناس الذين يشاهدون الأفلام الإباحية والناس الذين يتعاطون المخدرات عن التطابق بين الاثنين. أعلم أنك سئمت من كل هذه المعلومات السلبية في هذا الفيديو، ولكن الذي يجب أن تعرفه أنك قادر على أن تغير نفسك. المخ لديه شيء يسمى المرونة العصبية نوروبلاستيسيتي، الشيء الذي يجعلك تغير من نفسك وتتخلص من الإدمان على الأفلام الإباحية، الشيء الذي عمله آلاف من الناس مثل الأشخاص الموجودين على منتدى نوفار الذين تمكنوا من تغيير حياتهم 180 درجة وتمكنوا من التخلص من إدمان الأفلام الإباحية. الناس التي تخلصت من الإباحية أصبحت لديها طاقة أكثر، واستطاعت التخلص من الاكتئاب، كما استطاعت أن تكتسب ثقة أكبر في نفسها، وصارت اجتماعية أكثر مع الناس، بالإضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى. أثبتت دراسة أجريت في سنة 2016 أن الأشخاص الذين استطاعوا الإقلاع عن مشاهدة الأفلام الإباحية يصبحون قادرين على أخذ مخاطر أكثر واجتماعيين أكثر، وبمقدوراتهم السيطرة على أنفسهم، كما يمكنهم السيطرة على شهواتهم.
دعنا ننهي هذا الفيديو بخطوات عملية تجعلك تتخلص من الإدمان على الأفلام الإباحية. الخطوة الأولى: تنظيف جميع أجهزتك من المقاطع الإباحية. الخطوة الثانية: تنزيل برامج لحجب المواقع الإباحية. الخطوة الثالثة: الخروج أكثر والاختلاط مع الناس. الخطوة الرابعة: حاول ممارسة الرياضة، لأن الرياضة تساعد في إفراز الدوبامين، والتي تعوض بها الدوبامين الذي تحتاجه من الأفلام الجنسية. الخطوة الخامسة والأخيرة هي الدعم من الناس للإقلاع على الأفلام الإباحية، كمشاركتك في المنتديات كالمنتدى الذي ذكرناه سابقا نوفاب، أو تستطيع أن تجد الدعم في موقع عربي اسمه واعي، ويهدف إلى مجتمع بدون إباحية، من خلاله تتعلم أكثر على مخاطر هذا الإدمان. قبل إنهاء هذا الفيديو دعني أقول لك أنه كما أصبح من السهل الولوج إلى مواقع الإباحية في هذا العصر، أصبح من الممكن أيضا أن تجد من يدعمك معنويا وثقافيا للإقلاع على هذا الإدمان بشكل أسهل وأسرع مما كان عليه الوضع سابقا.